جربي معايا النهاردة صدور الفراخ بالبطاطس بطريقة سهلة وطعمها مميز جدا. الفراخ بقى متبلة بتتبيلة بسيطة لكن غنية، والبطاطس بتتشرب بقى من كل النكهات، وده مخليها لذيذة جدا. معاهم بقى هنعمل رز بسمتي، يعني أكلة متكاملة. يلا بينا نشوف مع بعض هنحضرها ازاي. الأول في حلة على النار هحط معلقة زيت وعليها معلقة زبدة. ممكن اكتفي بالمادة الدهنية تكون زيت زيتون، زي ما تحبوا. نزلت عليها بقى ببصلاية متقطعة صغير وعليها جزراية مبشورة. هقلبهم بقى مع بعض الأول. بعد كده هضيف عليهم التوابل. التوابل ليمون اسود، ملح، فلفل، كركم، كاري، بابريكا، توم باودر وقرفة. هقلبهم مع بعض كلهم. بعد كده بقى هحط الرز. واخلي الرز ياخد تشويحة كده معاهم عشان لو في اي سوائل. بعد كده بقى هسقي الرز بمية مغلية واسيبه بقى يستوي. هغطيه، وفي الفترة دي بقى هروح احضر الفراخ. عندي هنا حوالي كيلو من صدور الفراخ، هقطعه قطع كده مكعبات. مش عايزاها حجمها يكون كبير قوي ولا صغيرة قوي عشان ما تنشفش، يعني عايزين نعملها بحجم وسط كده. هقطع بقى قطعة ورا التانية كده لحد لما كلهم يتقطعوا معايا نفس التقطيعة. نحطهم كلهم في طبق وابدأ بقى اتبل. هنزل الاول بليمونة معصورة وعليها معلقتين خل، والتوابل بقى ملح وتوم باودر وبصل باودر وكمون وبابريكا وفلفل اسود وزعتر. هقلبهم الاول كلهم كده. بعد كده هضيفهم بقى على الفراخ. في صينية بقى على النار هحط فيها معلقة زبدة وعليها معلقة زيت. بصلاية متقطعة، هضيف عليهم بقى معلقتين صلصة طماطم. قطعت البطاطس بقى مكعبات وهنزل بيها بقى على الخليط ده على النار. هقلبهم بقى مع بعض كده. ضفت عليهم فلفلاية متقطعة بتدي طعم حلو قوي، وشوية ملح،
شلتها بقى من على النار، وبعد كده هبدأ اضيف الفراخ عندي على الوش. هغطيها بقى وادخلها الفرن، هتاخد حوالي ساعة. وده بقى شكلها بعد ما استوت، مش قادرة اقول لكم ريحتها خطيرة ازاي. قدمتها مع الرز زي ما انتوا شايفين كده، مستوية وطعمها حلو جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.